الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعود بعد غيبة ونحن مع دكتور البشير أحمد محي الدين، وهذه المرة القراءة أو الحديث مختلف. في هذه السانحة سوف نحكي عن المنسي والمحكي، كتاب ألفه دكتور البشير أحمد محي الدين بعنوان المنسي والمحكي من تاريخ السودان. الكتاب الذي صدر أو نشر بواسطة دار ويلز هاوس للطباعة والنشر، وهي النوع المؤلف هو عبارة عن رواية اتنشرت الطبعة الأولى في 2020 بواقع 378 صفحة. فنحن الليلة إن شاء الله مع دكتور البشير أحمد محي الدين حيحكي لنا واحدة من الروايات أو القصص في كتاب المنسي والمحكي اللي هي بعنوان نبي القلابات البرقاوي، وهي يمكن من صفحة 265 إلى 289. أهلا بك دكتور البشير ومرحبا. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المنسي والمحكي من تاريخ السودان هو معالجة درامية لقصص واقعية، هي 29 قصة تمت معالجتها باللغة العامية. في هذه السانحة نحكي عن نبي القلابات البرقاوي، وهنا في الراوي الرئيسي اللي هو عبد الواحد، وفي مستنكر لتاريخ المهدية وأعماله اللي هو عبد البين، وفي أنصاري متعصب اللي هو حاج الماحي، وكلهم قاعدين في مناطق متعددة اللي هي مشاهد متعددة، في الحافلة، قدام الدكان، في بيت البكا، قدام البيت، في الصالون، في بيت عرس، في مشاهد متعددة وبيتم سرد قصة. نبدأ بسم الله. زي ما قلت لكم إنه القلابات كانت المنطقة اللي حصل فيها الصراع الدامي بين المهدية والحبشة، والكلام ده طبيعي نتيجة لتعنت الدولة المهدية والحبشية. عشان كده بقت القلابات المسرح للخلاف الديني، بيتمسك كل طرف بدعوة الآخر لدينه وعقيدته، وحصلت كتلة القلابات اللي انتصروا فوق الأنصار على الحبوش. المشهد في ديوان عبد الواحد ومعاه أصحابه اللي جو من الجامع، وحلب عليهم إنه يشربوا معاه القهوة في ظل الديوان، وقعدوا في ونستهم. وبعد ذاك حديث عن القلابات وعن موقعها وعن أهميتها والمعارك اللي حصلت فوقها. عبد البين ذكر إنه القلابات دي حلوة، وأهم حاجة فيها كان الفرح المعبى في الزجاج، وده عارفينه والما بقدر أقوله. وضحكوا على تعليق عبد البين. حاج الماحي وعبد الواحد بدوا يتكلموا عن التاج ومشيخة التكارير في التركية السابقة أو ما يسمى بالحكم الخديوي، وأشهر هؤلاء الشيوخ كان إدريس صالح شنقة، وده شيخ القلابات، وقرفي الأزهر، وخلف الشيخ جمعة اللي اعتقلوه في تركيا السابقة وخدتوه في السجن. وبقى إدريس صالح شنقة هو الشيخ، وكان مشهور بعداوته الشديدة للمهدية، لأنه كان بيفتكر إنه المهدي ده ما مهدي، لأنه هو من الأزهريين، من العلماء الأزهريين. بعدها حصلت مجموعة بتاعت معارك بين المهدية والحبشة، وكان في الأمير صالح ود الأرباب، وده خش في دشمان مع الحبش وقتلوه وخربوا القلابات. بعد جيش يونس ود الدكيم، وجاء جيش حمدان، وبعد ذاك استطاع انه يعني يقتل الملك جون او يوهانس، وتوفي الملك القائد حمدان، ومسك الرئاسة الزاكي، وهو اللي قاد المعركة. والمعركة دي كانت تعصف بالإمبراطورية الحبشية، لأنه كان أصلا في صراع داخل الأسرة الحاكمة. الحدث الأبرز إنه بعد ما بعد المعركة انتهت
وعمليات الغزو انتهت داخل الأراضي الحبشية، ظهر واحد تكروري، والتكارير دي من المهاجرين بتاعين غرب أفريقيا في القلابات، وكان بيمشوا أصلا للحج، وفي جزء فوقهم استغرى، وبعد ذاك جزء فوقهم لما جات المهدية كان مؤمن بالنبوة بتاعت عثمان دانفودي إنه المهدي بيظهر من الشرق. ولما ظهر المهدي كاتبهم وطوالي خشوا في المهدية وبقوا جزء من الجيوش بتاعته، وكان عندهم يعني أرباع وأمراء، وأغلبهم كانوا التكارير والفلاتة كانوا في السلك القضائي بتاع المهدية، لأنهم كانوا ناس علماء أصلا يعني. من ضمن الذين ظهروا في جيوش المهدية اللي جو وكانوا يشتركوا في معركة القلابات كان محمد آدم البرقاوي. ومحمد آدم البرقاوي هو واحد من القادة الميدانيين، اللي هو كان قائد راسمية. راسمية يعني 100 مقاتل. وبعد وفاة المهدي كان في نفس الشيء، وحكم الخليفة وكان برضو في نفس الشيء، ووقعت معركة القلابات. بعد مقتل يوهانس أو جون ادعى إنه سيدنا عيسى مرة واحدة ادعى إنه هو سيدنا عيسى. والمصيبة إنه الدعوة بتاعته وجدت قبول في القوات بتاعت المهدية الموجودة في القلابات، لأنه كان يعني كل أحاديث المهدي وكل الكلام بتاع إنه بعد إذا هو يتوفى سيظهر سيدنا عيسى، وإنه هو ما حيموت إلا يفتح مكة والقاهرة بلاد فاس والمغرب، وتنتشر المهدية في العالم وتمتلئ الأرض رخاء وسخاء، ويؤمن كل الناس بالمهدية، وتنتهي بعمل بالمذاهب أو الفتنة بين المسلمين كما سميت. وانتهوا علماء السوء اللي هنا الداعين للتحكيم بخلاف منهج المهدية الإسلامي. فعبد الواحد قال وظهر لكم كم واحد ادعوا العيسوية، لكن الخليفة والتورشين قرضهم شت، كان في سينجا ولا في دارفور ولا في مدرمان، لأنه كانوا بيمثلوا تهديد حسب فكر المهدية، يعني إنه ملك الخليفة مو صح. والناس اللي قالوا إنه سيدنا عيسى منهم علي عبد الكريم من الأنصار المتشددين ومن الأشراف أقرباء المهدي. وبعد ذاك لما الإنجليز احتلوا البلد بمدة صغيرة، وبعد كتلة ولد المهدي في الشكابة وفي جنوب مدني واستقرار الأمر للإنجليز، ظهر علي عبد الكريم في مدرمان وجمع حوله زي 20 نفر، وقاموا العلماء طوال بلغوا فوقه. وفي النهاية علي عبد الكريم تجاوز دعوة المهدية لعبادة الكلب الأسود، وقال إنه يعني كلام كثير، وسجن في وادي حلفة، وهو أطول سجين سياسي، يعني سجن زمن طويل جدا جدا بجانب عثمان ديقنا والأميرة آمنة أو الملكة آمنة الحموتابية اللي تكلمنا عنها سابقا. بعد ذاك حكاية محمد آدم البرقاوي إنه الفتنة بتاعته مشت كثير، واشتركوا فوقها عدد من الأمراء اللي شاركوا في معارك كثيرة في المهدية، لأنهم كانوا مؤمنين بالمهدية إيمان تام. الناس ديل يعني مثلا منهم زي هنون النيل، وهنون النيل ده كان واحد من الأمراء الميدانيين اللي اشتركوا في معركة القلابات. وأيضا يعني عدد كبير من الناس صدقوا به، وفي النهاية اضطر إنه يعني يرسلوا يونس ود الدكيم. يونس ود الدكيم كان معروف شخصية صعبة شديد، يعني حتى المرويات الخليفة بيقول إنه في زول بخاف من الله، وفي زول بخاف من الخليفة، من الله لا من الخليفة. وبعد ذاك هو احنا ما دايرين نفصل، لكن المرويات الشعبية شنو كتير معروفة بالنسبة للناس. أيوة. أبرز زي ما ذكرنا 5 أمراء، منهم هنون النيل، وده من قبيلة الهبانية، وده من القوات الكبار في الجيش بتاع الخليفة في القلابات. آمن بالفكرة بتاعته إيمان تام كويس، وكان من القادة الميدانيين في جيش حمدان أبو عنجة، وقام بغزو
بلاد جنبية في الحبشة، وتاني مشى قبتي، معركة قبتي. و في النهاية يونس الدكيم جابهم، وطوالي أمر بضرب أعناقهم بالسيف وأعدموا، وانتهت قصة نبي القلابات حمدان البرقاوي. شكرا لك دكتور البشير، وزادك الله علما ونفع به. شكرا جزيلا.